الطحينه الصح الخام، ولا دقيق ولا زيت ولا غيره. انا بفتح بس كده الريحه ملت المكان. هو انت بتهزر يا ابو انس؟ جميل قوي يا جماعه. ايه ده مستحيل يبقى بصل مجفف، ده اكيد بصل فريش معمول في الكبه دلوقتي حالا. خدت سلمى بقى ورحنا ابو انس ملك العطاره وحاجه رمضان اللي رحنا له السنه اللي فاتت، وكان اسمه مملكه الاعشاب. يلا يا ستي. واخداني على فين؟ على فكره مش هو ده، انت ناسيه؟ كان في مكان تاني وكان محل هو صغير. نقل والمحل كبر ونضيف وحلو جدا. احلى توابل واحلى حاجه رمضان. انا فاكره. هو رمضان يحلى من غير ابو انس؟ الصراحه لا. طيب يبقى بتتكلمي في ايه بقى؟ يلا بينا. بندق شكله يفتح النفس. بصي يا سلمى، ده المحمص انا بعشقه. البندق بالذات بيبان فيه حاجه فريش ولا لا؟ فريش بشكل. المحمص يجنن والني يجنن والحاجه الطازه وريحتها جميله. ممكن اتغدى مكسرات عادي على فكره من عند ابو انس يعني. شمي كل حاجه هتجيبيها، دوقي كل حاجه نفسك تجيبيها، عشان انا متاكده واثقه من اللي بقوله. مفيش واحده مكسره. هو كمان نضيف وفاتح ومش عامل بودره. زبده اي نوع من انواع المكسرات، بندق، لوز، سوداني، ميكس من جميع المكسرات اللي انت عارفاها موجوده عند ابو انس من غير اي اضافات. موجوده عنده، هتيجي تلاقيها جاهزه. اي زبده نفسك فيها. زبده البندق اللي انا باجي عشانها مخصوص، ممكن اجيبها من اخر الدنيا عادي. لازم ممكن تشربيها اصلا. انتوا لو تشربوا اللي انا شماه بس شويه كاكاو ولا اجدعها نوتيلا. بصوا اللون اخضر ومنور، قرون الشطه السوداني اللي مش هتلاقيها غير عند ابو انس، ولا تقولي لي بقى تشيلي فليكس ولا غيره. تعالي شوفي الشطه الاصليه. تين حبل او تين عادي، عنده منه الحجمين وتحفه وفريش. سواء جيتي او اتشحنلك في اي محافظه من محافظات مصر، حاجه هتجيلك ريحتها حلوه قوي، عشان هو مش بيحط بقى التوابل على اليميش على كله. الحاجه هتجيلك كانك انت جايه بنفسك. ايه يا ابو انس، مفيش ولا غلطه عندك؟ كله على الفرازه. 24 نوع بلح، اللي بيخلص مش هيجي تاني، انتوا حرين بقى. ميكس البهارات الخليجي عند ابو انس هو بيعملها بنسب معينه بجوده عاليه، عشان تيجي كل مره تلاقي احلى طعم واعلى جوده. انتوا عارفين السر في ايه؟ ما هو كل العطارين عندهم توابل، بس عند ابو انس عنده المطاحن المخصوصه بتاعته لكل حاجه. تيجي تلاقي الحاجه جاهزه. عطاره ابو انس يا جماعه ما عندوش ولا يوم اجازه، بيفتح من 8 الصبح ل 11 بالليل، بيوصل لاي حته تتخيليها، اي محافظه، اي مكان. ابو انس مستعد يوصل لاي حته. وكل اللي جرب السنه اللي فاتت عارف انا بقول ايه. انا عايز اعمل بقى شويه طحينه من سمسم، بس مش دقيق وزيت ومش عارفه ايه. يلا بينا. ده بصي بصي بصي، هي دي الطحينه. على فكره هم بيكونوا مجهزينها هنا اصلا، موجوده ببطرمانات جاهزه. عايزه اعبي بطرماني بنفسي وهي سخنه وطازه كده. عبي لي كيس يا ابني، عبي لي. الله الله. اول جوز الهند ما بيتعصر بيبقى سايل كده، بيبقى زيت جوز هند يا دوب، بس بيقعد شويه، وبالذات في الشتاء بيتحول لزبده جوز الهند. يعني ده هو ده. جينا لقيناه سايل، جينا لقيناه مجمد، في الحالتين معصور طازه من غير اي اضافات. من الحاجات بقى اللي انا باجي لها مخصوص. شايفين الفستق يا جماعه؟ ده الفستق الحبه الكبيره، كريسبي وجميل وطعمه حلو قوي وفريش وفظيع. طبعا يا جماعه كل اللي انتوا شايفينه ده بياخدوه من الكراتين، يعني حضرتك هتيجي تاخدي من هنا على طول. حتى اللوز الني هنا، بصوا الحاجه لونها جميل ازاي. اللوز المحمص. انتوا شايفين الكاجو؟ كاجو الجامبو ده الوسط. وسط ايه ده؟ كله كبير يا عم. بعدين في حاجه يا ابو انس لونه حلو قوي. الله عليك يا ابو انس، هي عندك الحاجه ريحتها جميله قوي ما شاء الله. البندق من الحاجات اللي بتبين نظافه المكان اللي انت بتجيبي منه. ياما جبت بندق من اماكن كانت مطننه، هنا الحاجه فريش. المشمش عنده من اول الحجم الجامبو لحد الحجم الصغير، وفي 4 احجام من المشمش، من اول الجامبو لحد اصغر حاجه. والقراصي عنده كبيره وصغيره ومخليه. زبده شايفين؟ بمسكها زبده مش محجره، بس دي مخليه صح؟ مخليه ما فيهاش بذر خالص. بصوا جوده الحاجه، بصوا بتلمع ونضيفه وزبده ازاي. شايفين؟ اي حد عنده امساك عليه وعلى القراصيه. بصوا يا جماعه الزبيب عنده حلو ازاي. شايفين المنظر؟ وهوريكم كمان الاحمر. شايفين؟ احلى خشاف واحلى تزيين. وللكنافه والفروت سالاد رمضان اللي انا بعملها لكم، والرز بالخلطه. بصوا يا جماعه جوز الهند هنا، بصوا الفليكس اللي هو بيقول عليه اظافر ده الخشن. شايفين؟ بصوا يا جماعه اللون والريحه بجد يجنن. وده بقى الناعم، تعملي بقى منه صوبيا، تعملي منه حلويات، تحطيه بقى جوه القطايف، يجنن. حتى يا جماعه البندق عنده جميل جدا ونظيف قوي قوي قوي، اللي هو بقشره بقى. بصوا لازم يبقى من جوه نظيف فريش وجميل. بصوا رمضان يعني بلح وخشاف. هنا عنده جميع انواع البلح، وما شاء الله انا لو وريتكم الكاميرا هتلاقوا ما شاء الله عليه عنده تكدس. فالحقوا تعالوا بسرعه عشان تلحقوا كل الحاجات الحلوه دي. كركديه، دوم. البصل المجفف عند ابو انس يا جماعه ريحته مش طبيعيه. لا لا لا، تعالي دوقي انت وقولي لي نستعمله في ايه ده. تعالي بصي. لا انا هاجي اشوف ايه الموضوع ده بقى بنفسي. حلو قوي. مستحيل يبقى بصل مجفف، ده اكيد بصل فريش معمول في الكبه دلوقتي حالا. لا انت بيعه على اساس ان هو تسالي زي اللب، ده طعمه حلو قوي. الجديد كله عند ابو انس بقى يا جماعه. انتوا عارفين ده ايه؟ توم مجفف صاحي. بصوا عشان تتاكدي بنفسك ان التوم الباودر اللي هتعمليه في البيت او تطحنيه مش متضاف له بقى ولا دقيق ولا نشا ولا اي اضافات. عايزه بقى توم مجفف، عايزه توم باودر، ريحته جميله. توم بس
مش متضاف عليه اي حاجه، واما تيجي قولي له عايزه اشم الاول او ادوق الاول، في الحالتين هو موافق، وعلى هذا الاساس تشتري. كل البهارات عند ابو انس بنسب مظبوطه عشان تيجي كل مره تلاقيها بنفس الطعم ونفس الجوده. احنا دلوقتي عايزين نعمل البهارات الخليجي. الخلنجان ده بقى يا جماعه لو اشتريتيه لوحده لما بيتفرم بيخش في تتبيلات الفراخ، بيسرع في دخول التتبيله جوه اللحم نفسه. البهارات دي بقى لما تتطحن يا جماعه هوريها لكم اكتر من رائعه. يا نهار ابيض يا جماعه، انتوا لو مكاني ريحه مش طبيعيه. دي مستكه يوناني، واحده منها كفايه جدا هتخلي لك الاكل كله مستكه. لا يا جماعه ده الماس، ده مش مستكه، دي المستكه اليوناني الاصلي عند ابو انس وبس. بيبيعها لك في العلبه دي، بتشتري بالجرام عشان دي الاصليه يا جماعه. طبعا انا مش محتاجه اقول لكم ان اجود انواع البهارات هتلاقيها عند ابو انس، حواوشي، فراخ، لحمه، بهارات خليجي، اي بهارات تتمنيها موجوده عنده. بهارات لحمه، بصي بهارات الفراخ، عايزه سماق، بهارات بطاطس، كل حاجه عند ابو انس بجوده عاليه جدا. وتعالي شوفي بنفسك. البابريكا الاسباني هنا هو ده اللون الاصلي اللي احنا بنشتريها بره. البابريكا دي متضاف عليها الوان وحاجات، لكن دي البابريكا الاسباني نمره 1. دي بقى البابريكا المدخنه اللي بتستعمل في جميع انواع المشويات. معلقه واحده من خلطه البشاميل بالجبنه من عند ابو انس على شويه لبن وتعملي احلى بشاميل، وما تتعبيش نفسك تاني يا ستي. جميع انواع الخضره المجففه، شبت، كزبره، بقدونس، كرفس، وطبعا كل حاجه الحلويات، وايت شوكليت، ميلك شوكليت، شوكليت شيبس، فارماسيل الوان وبني، كريم شانتيه خام وكريم شانتيه بالسكر، وباستري كريم وكريمه لباني، لاحلى حلويات لرمضان. وجميع انواع القمر الدين السوري هتلاقيه عند ابو انس. وكمان عنده القمر الدين اللي شبه الكانديز كانه بونبون بالظبط. لا ده جميل وشكله شيك كمان، بدل الولاد ما يقطعوا من اللفه الكبيره لا ياخدوا ده احسن. المزاج العالي في الحلويات. بصوا يا جماعه لونه حلو ازاي، شايفين؟ فستق بجد يا جماعه، مش حاجه مخلوطه ولا حاجه غامقه ولا اللوز المقشر بقى. هاتيه بقى كده للرز اللي بالخلطه وسمعيني احلى كلام. شايفه؟ بصي حلاوته. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، بحبكم جدا جدا. ما تنسوناش في كومنتاتكم الحلوه، ونشوفكم الفيديو جاي حلوين. باي باي.